السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات سنة أولى طب. النهاردة معانا درس مهم جدا وأساسي لتغلب للتغلب على المرحلة الصعبة في بدايات الكلية، وهي فهم المصطلحات الطبية. إزاي نفهم اللي إحنا بنذاكره، ونفهم تعريف أو معنى الكلمة من الكلمة نفسها. الكلمات الطبية مأخوذة من اللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية. بمعنى إن مثلا المعدة معروف اسمها في اللغة الإنجليزية، اسمها مثلا ستومك، زي ما هناخد دلوقتي هتاخدوا إن المعدة اسمها ستومك. طيب في اللغة اللاتينية لا، ما كانش اسمها ستومك، لا كان اسمها جاستريك أو جاسترو، اسمها جاستريك. ف لما جم بقى علماء الطب عايزين يعملوا منهج للطب، فقالوا احنا نعمله بلغة قديمة عشان ما اتغيرتش، يعني لغة ثابتة خلاص، مش حدش هيغير فيها بقى، ما حدش هيغير فيها. طيب ففي البدايات بيكون فهم المصطلحات الطبية مشكلة لأغلب الطلبة. احنا هنحاول نسهل الموضوع ونتكلم ونبسط الكلمات الأساسية في كل جزء أو في كل جزء من أجزاء المواد، لأن كل مادة من مواد سنة أولى، سواء التشريح أو الفسيولوجي أو الهيستولوجي أو الكيمياء، كل مادة لها مصطلحات طبية خاصة بها. ففهم الأساسيات وفهم المصطلحات بيعرفك ويسهل ليك الطريق إن أنت تكون فاهم السكشن وقوي في السكشن، وفاهم المعيد أو المحاضر بيقول لك إيه، وتعرف الملخص بتاع المحاضرة اللي بتحضرها. لأن الأغلبية زي ما انتوا هتشوفوا بيبقى يقول لك أنا مش فاهم، وبييأس وبيحبط من أول أسبوعين في الكلية لأنه مش فاهم الكلام، مع إن الكلام أتفه ما يكون. هو بس مجرد إنك تفهم الجمل مش الجمل، الكلمات الأساسية، كلمات معينة هتعرف إنه بيتكلم عن مثلا الجهاز التنفسي، بيتكلم عن الجهاز البولي، من الكلمة الأساسية الخاصة بكل جزء من أجزاء جسم الإنسان أو بكل مادة من مواد أولى طب. فزي ما انتم شايفين معانا بنشرح من كتاب أجنبي. اسم السيشن اللي هنشرحها، اسم المحاضرة اللي هنشرحها النهاردة اسمها Learning Medical Terms، تعلم المصطلحات الطبية. طيب ايه الهدف النهاردة من المحاضرة دي؟ النهاردة احنا هنعرف أجزاء الميديكال تيرمز، parts of medical terms، ودي الجزء المهم في المحاضرة النهاردة. وهنا ازاي نحلل الكلمة الطبية، how to analyze medical terms، ازاي نحلل الكلمة الطبية زي ما هناخد دلوقتي، ونفصصها لأجزائها. طيب في بقى هنا حاجات بقى مهمة وحاجات لتأكيد الفهم هنعرفها مع بعض في المحاضرة. طيب كمان مهم برضه نعرف ازاي ننطق الكلمة الطبية صح، لأن النطق الصحيح هيعرفنا فيما بعد إن احنا نتكلم ونشرح صح، وإن احنا لو حابين نسمع محاضرة أجنبية نبقى عارفين النطق الصحيح فنسمعه صحيح، فنعرف نتعلم كويس لو هنسمع محاضرة أجنبي فيما بعد. فاحنا مش هنعرف بس معنى أو أجزاء الكلمة الطبية، لا هنعرف كمان إزاي ننطقها صح. طيب نبدأ بفضل الله. بص يا سيدي، أي كلمة طبية
سواء في طب بشري أو طب بيطري أو صيدلة، بتتكون من 3 أجزاء. إزاي الكلام ده؟ الكلمة بتتكون من 3 أجزاء. أول حاجة أصل الكلمة، أو بيسموه جذر الكلمة أو الجزء الأساسي في الكلمة، أو يسموه روت الكلمة أو جذر الكلمة، وروت يعني جذر. ماشي. فالكلمة بتتكون من 3 أجزاء. الأصل أو الأساسي في الكلمة اسمه روت. فالجذر الكلمة ده أو الروت بيجي بعده بقى حاجة اسمها لاحقة، اسمها suffix، لاحقة. وبيجي قبله بادئة تبدأ الكلمة اسمها prefix. فإذا الكلمة الطبية عبارة عن 3 أجزاء أساسية، كله أساسي. الروت دي اللي مهمة، وبادئة prefix، وخاتمة أو لاحقة suffix. إزاي؟ بيقول لك إيه هنا؟ أنا عايزكم لما تيجي تقرأ الإنجليزي بتاع كتاب بتاع الطب تستمتع وأنت بتقرأ، تستمتع وأنت بتقرأ، لأن الطب مكتوب بطريقة جميلة جدا، طريقة تخليك مستمتع. سيبك من اللي يقولك الكلية صعبة والكلية محبطة والإنجليزي صعب. لا والله، أنت بس اقرأ باستمتاع هتلاقي الأمور زي الفل. ميديكال تيرمز هقرأ عادي أهو. ميديكال تيرمز المصطلحات الطبية. طبعا لو في صعوبة في أي حاجة احنا بنطلع القاموس ونشوف معنى الكلمات. ميديكال تيرمز المصطلحات الطبية، أو made of أو consist of made up of the following word element، بتتكون من هذه المكونات. كلام عادي خالص بتاع ثانوي. prefix بادئة، وروت، وsuffix لاحقة. not all terms have all 3 parts. مش كل الكلمات، وده حاجة عالية شوية، يقول لك مش كل الكلمات تتكون من ال3 أجزاء دول، مش أساسي. يعني مش لازم أي كلمة طبية هنقعد ندور على السفكس وندور على الروت وندور على البريفكس. لا، ساعات هنشوف في كلمات ملهاش سفكس، في كلمات ملهاش بريفكس، لكن الروت أساسي. وفي هنعرف حاجات من غير كلمات ملهاش روت أساسا برضه. طيب بس هنعرفها فيما بعد. طيب بقول لك ايه، let's start by looking at an example that does. يعني هنشوف مثال. كلمة زي اسمها periarthritis. ده هنا النطق الصح. احنا قلنا هننطق ازاي النطق الصح. النطق الصح بتاعها periarthritis. periarthritis. طيب هنا بقى ايه كلمة ايتس في الاخر دي؟ ايتس دي خاتمة، وكلمة ايتس دي لما تيجي في اخر اي كلمة فغالبا ده بيكون التهاب. غالبا بيكون التهاب. يعني ايتس دي في الاخر، واللاحقة دي لو جت في اخر الكلمة يبقى ده التهاب. انا لما اجي اعرف اقول ده التهاب يا دكتور. طيب كلمة بيري دي بادئة ببدأ بها الكلمة، ولما تيجي في الأول يبقى ده قبل الشيء. قبل الشيء. أرث دي الروت، دي أصل الكلمة. وأرث دي معناها هنا عظم أو غضروف. أرثرايتس يعني إيه؟ عظم أو غضروف. فبيري أرثرايتس دي معناها قبل التهاب العظم وقبل التهاب الغضروف. يعني ايه؟ هنعرف برضو ان غضروف اسمه كوندر. يعني انا لو عايز اقول قبل التهاب الغضروف هشيل كلمة ارثرو دي اللي هي الجزء اللي هو جذر الكلمة، وهخليها كوندرو. هنعرف هتاخدها كوندرو، فيبقى اقول بقى بيري كوندرايتس. انا دلوقتي فهمت
ازاي احلل الكلمة الطبية اللي قدامي وافهمها واعطي تعريف لها، وازاي اخترع كلمة تانية بمزاجي. فهنا الشرح بقى قدامنا اهو، شرح الكلام قدامنا نفس اللي احنا قلنا، مش مزود حاجة. فما ننساش ان اجزاء الكلمة الطبية prefix root and suffix. طيب عشان نثبت المعلومة اكتر، يقول لك ايه؟ في مصطلحات ملهاش prefix، ملهاش بادئة اساسا، زي كلمة arthritis عادي. التانية بيري كانت قبل او حالة، الراجل ده عنده حالة اسمها بيري arthritis، عنده حالة قبل انه يجيله التهاب. لا هو خلاص بقى جاله التهاب، فيبقى هنا اسمه اقول ان هو الراجل ده عنده arthritis، خلاص هو جاله الالتهاب. فيبقى هنا arthritis means joint، joint يعني مفصل، يعني الراجل ده عنده هنا arthritis، عنده التهاب مفاصل، التهاب مفاصل، خلاص جاله التهاب مفاصل. فده هنا ايه؟ ده امثلة لحاجات او لكلمات طبية من غير بادئة، لانه خلاص already بقى مريض. هناخد بقى كلمات مهمة برضه لمصطلحات طبية بدون بادئة، نفس الحاجات. خلاص دي غالبا بتكون أمراض حاصلة، جاسترايتس التهاب المعدة، هيباتايتس التهاب الكبد الفيروسي، هيباتايتس التهاب الكبد عموما بقى، سواء فيروسي سواء لأي سبب آخر، الكبد ملتهب. كاردايتس التهاب عضلات القلب. أدينايتس inflammation يعني التهاب of a gland، التهاب الغدة. أدين يعني غدة gland، وهكذا. طيب هناخد بقى ايه؟ مصطلحات ملهاش روت، ملهاش بقى جذر، ملهاش كلمة أساسية في الكلمة. يعني مثلا كلمة زي نيوبلازم، نيوبلازم يعني ورم كانسر يعني. يقول لك دي بتتكون من جزئين، نيو وبلازم. نيو اللي هي البادئة prefix meaning تعني نيو يعني نيو جديد يعني. بلازم لاحقة means جرث يعني معناه بناء جديد، جرث يعني نمو جديد. فما هو السرطان إلا خلية، السرطان ده عبارة عن خلية بتنمو وبتنقسم لوحدها بدون ما ماشية خلاص كده، طلعت من القطيع ومزاجها بقى تقعد تنقسم وتكبر وتكبر وتكبر، تعمل مشكلة كبيرة. هو ده السرطان. فالسرطان ما هو إلا نيوبلازم، نيوبوس. فهنا مفيش روت، زي الكلمة اللي فاتت، وليكن arthritis، كان arthritis اللي هي meaning joint كانت هي الروت في الكلمات السابقة. طيب زي هنا برضو كلمات ملهاش جذر أو ملهاش كلمة أساسية في الكلمة. في كلمات فيها two roots زي osteoarthritis. شوف بقى مين اللي فاكر معانا. احنا قلنا itis ده itis دي لاحقة اللي جاية في الآخر اهي، itis لاحقة أو اسمها suffix زي ما قلنا suffix osteoarthritis. طيب osteo ما ينفعش نقول إن هي بادئة، لا ده كلمة أساسية. osteo root meaning bone معناه العظم، وارثرو روت معناه الجوينت، المفصل، وايتس suffix meaning inflammation لاحقة تعني التهاب. طيب فالكلمة دي have two roots فيها
two roots but have no prefix، ملهاش بادئة، مفيش فيها بادئة، مفيش بادئة زي بيري مثلا. خلاص الراجل ده عنده التهاب في الجوينت والبون، عنده التهاب في المفصل والعظم، حاليا هو عنده كده، ما ينفعش اكتب في تشخيصه بيري، يبقى هو ايه؟ انا بقول ان هو داخل، لا هو عنده خلاص، وما اقولش ان هو داخل، اشخص صح عشان يتعالج في وقته. طيب في كلمة تانية مثلا برضه عشان نبقى نتعرض لكلمات أكتر، كلمة زي جاسترو انترايتس. جاسترو انترايتس، النطق الصح جاسترو انترايتس. جاسترو انترايتس زي ما قلنا، ايتس meaning inflammation التهاب، جاسترو مين معدة stomach، مين stomach، انتيرو meaning intestine أمعاء دقيقة. فهنا الراجل ده عنده التهاب المعدة والأمعاء الدقيقة. طيب ايه الأو دي؟ مثلا هنا ايه قلنا اوستيو ارثرايتس، الأو بين الأوستيو والأرثرايتس اسمها combining vowel يعني أداة ربط، ليس إلا حاجة بتربط. ما ينفعش أقول أوست ارثرايتس، لا أقول اوستيو ارثرايتس، جاسترو انترايتس كده. بقول لك لما وده بيبقى موجود في الكلمة أو المصطلح الطبي اللي بيبقى فيه تو روتس، في حاجتين مهمين زي اوستيو ارثرايتس. we must combine between them، نربط بينهم with a combining vowel، نربط بينهم بأداة ربط وليكن حرف الأو. طيب إيه بقى حروف الربط دي؟ حروف الربط هنا بيقول لك حروف الربط الأو زي ما احنا قلنا ممكن تكون الإي في مثلا كلمة زي كولي لث. يعني إيه كولي لث؟ كولي لث، كولي لما كده كولي دي دي هنا روت، كلمة أساسية اهي روت. طيب كولي لث دي لاحقة، معناها حصوات ستون. تسمعوا عن حاجة اسمها حصوات الغدد، حصوات القنوات المرارية أو حصوات المرارة يعني. طيب حصوات المرارة دي اسمها في الطب كوليليس، فلث معناها حصوة وكولي معناها جول بلادر أو مرارة. طيب ففي الحالة دي الإي هنا ده رابط بين كوليليس حصوات المرارة. دنتيفورم دي خاصة بأسنان. دنت يعني meaning tooth أسنان، فورم يعني شيب، والآي هنا combining vowel أداة ربط. طيب نبدأ بقى نخش في الجد، يبقى نراجع تاني على اللي احنا قلناه. قلنا إن الكلمة الطبية تتكون من 3 أجزاء، هي الروت وبريفكس بادئة ولاحقة suffix، وإن الروت ده هو الكلمة الأساسية في الكلمة اللي بعرف بيها الكلام خاص بإيه، خاص بمادة إيه، خاص بشابتر أو فصل إيه جوه المادة. وده هنا هيتعبنا شوية أو هنتعب شوية إن احنا نعرف المصطلحات الطبية الخاصة بكل شابتر أو بكل مادة. درس معانا جديد اسمه روتس of each body system، يعني مثلا الجهاز الهضمي في
مريء وفي معدة وفي أمعاء دقيقة وفي أمعاء قليصة. أعرف إن إيه المصطلحات الطبية الخاصة بالمعدة، فلو جات لي في أي كلمة طبية أعرف إن الكلام ده عن المعدة. لو جات لي القولون أعرف إن الكلام عن القولون. لكن لو لقيت بقى جالي مصطلحات طبية خاصة بالجهاز التنفسي وليكن الحنجرة مثلا، لا يبقى الكلام دلوقتي احنا في محاضرة عن الجهاز التنفسي. فالكلام في الحالة دي أقدر إن أنا أركز في المحاضرة وأكون فاهم كويس ومتابع مع المحاضر، لأن أنا فاهم هو بيتكلم عن إيه، مش قاعد مستصعب الموضوع. لا، الموضوع سهل جدا. فهنبدأ. المحاضرة دي شرحناها سابقا، محاضرة الليفلز اوف اورجانيزيشن، وقلنا إن الجسم الإنسان ما هو إلا عبارة عن شوية أجهزة: الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز المناعي وهكذا. وإن الأجهزة بتتكون من أعضاء، فمثلا الجهاز التنفسي يتكون من الأنف، ويتكون من الحنجرة، ويتكون من القصبة الهوائية والأمعاء، ويتكون من القصبة الهوائية والرئتين. وإن الجهاز التنفسي ده بيتكون من أعضاء، إن الجهاز بيتكون من أعضاء زي ما احنا قلنا: الرئتين والقصبة الهوائية. وكل عضو بيتكون من أنسجة، والنسيج بيتكون من خلايا. فوحدات تكوين جسم الإنسان هي خلية، ثم نسيج، ثم عضو، ثم جهاز. نقول بالإنجليزي بقى: سيل خلية، سيل، تيشو نسيج، أورجان عضو، أورجان سيستم جسم. هنا إيه بقى الروتس الخاصة بالأناتومي؟ يعني أنا النهاردة راجل في سيكشن أناتومي، في كلام مهم لازم أعرفه، روت خاصة بالأناتومي. يعني مثلا زي ما احنا شايفين هنا راس الإنسان دي اسمها في الإنجليزي هيد، لا في اللاتيني أو في الطب اسمها سيفالو. فكلمة مثلا زي سيفالو جرام، كلمة زي انكفالوباثي نعرفها. هنا في مرض في الدماغ، باثي، يعني هنعرف دلوقتي ان باثي جاية من باثولوجي يعني في مرض، وكفالو يعني دماغ، يعني الراجل ده تعبان في دماغه، انكفالوباثي. طيب نك، الرقبة اسمها سيرفكس. نك يعني سيرفكس. فمثلا اللي اسمها ايه، العمود الفقري او الفقرات اللي موجودة في الرقبة اسمها السيرفايكال. الفقرات اللي هنا اسمها cervical vertebrae. خلية اسمها سايتو، نسيج هيستو، باثو اللي احنا قلنا عليها هنا فوق اللي هي بتاعة انكفالوباثي. باثو يعني ديسيز، مرض. فالمصطلحات الطبية الخاصة بكل مادة، ولو احنا كمان الخاصة بكل موضوع جوه كل مادة، يبقى احنا كده بإذن الله هنعدي المرحلة الصعبة في سنة أولى طب غالبا أول شهر، وهنكون فاهمين ونقدر نعتمد على نفسنا ونذاكر، بس نحفظ أكتر كلمات ناخد بالنا. فيسرا، كلمة فيسرا معناها internal organs، يعني ايه؟ الأعضاء الباطنية اللي مش ظاهرة لي. يعني في الصورة دي اللي مش ظاهر لي هنا القلب مثلا مش باين، الرئتين مش باينين، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمعدة والاثنى عشر والكبد، كل الحاجات دي مش باينة. كل دي أعضاء اسمها أعضاء داخلية internal organs. طيب هناخد برضه
من ضمن الكلمات الخاصة بالتشريح المهمة كلمة أرثو معناها جوينت مفصل، كوندو معناها غضروف، كارتليج غضروف، كرانيو معناها سكال جمجمة، كوستو معناها ضلع رب، مايلو معناها بون مارو نخاع العظم. نخاع العظم ده هو مصنع الدم، يعني الدم بيتعمل في نخاع العظم. نخاع العظم ده بيكون جوه العظم، يعني العظم ده ما تبدأوا دراسة يبقى كل واحد ما عنده عظم بتاعه هيلاقي لو لقيتوا عندكم عظم مكسور ولا حاجة هتلاقوا جوه العظم ده في قناة كده، في فراغ، هو ده بيكون أثناء حياة البني آدم بيبقى فيه نخاع العظم موجود. برضه لو حد فيكم شاف الكوارع بيلاقي في القناة بتاعة العظم بتاع الحيوان بيبقى فيه قناة جواه، القناة دي بيبقى فيها دهن، هو ده نخاع العظم. نخاع العظم الكلمة الطبية اللي بتمثله في الطب اسمها مايلو. أوستيو أخدناها فوق معناها عظم، أوستيو بون، أوستيو يعني عظم. سباينو معناها سباينال، سباينال اللي هو سباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي. وسباينو أو سباينال دي جاية من كلمة سباين، سباين دي كلمة إنجليزية، سباين يعني شوكة، فيرتبرو أو فيرتبرا دي الفقرات. الكلام ده مهم جدا يا جماعة، ويا ريت تكتبوه ورايا عشان تبقوا عارفين إن الكلام ده خاص بسكشن التشريح. أرثو، كوندورو، كرانيو، كوستو، مايلو، أوستيو، فيرتبرو. والله يا جماعة الكلام مش صعب جدا، الكلام سهل، بس مع تكرره كتير وتطبقوا على العظم اللي معاك أو الصور اللي معانا في الفيديو، وإن شاء الله الأمور تكون سهلة جدا. خش بقى على جهاز العضلات بقى. خلصنا العظم نخش العضلات. طبعا كل عضلة في جسم الإنسان إحنا مطالبين نعرف عنها أوضح حاجات. طبعا اسمها أساسي، أي عضلة في جسم الإنسان لازم نعرف اسمها، ولازم نعرف إيه العصب اللي بيشغلها، وإيه إيه العرق أو إيه الشريان اللي بيوديلها دم، وإيه الوريد اللي بياخد منها الدم، وإيه العضلة، إيه العظمة اللي العضلة دي نايمة عليها ورابطة فيها. وبالتالي العضلة دي لو اشتغلت هتحرك أنهو عظمة وهتعمل حركة شكلها عامل ازاي، وهو ده الجزء الصعب في التشريح. الناس بتستصعب التشريح عشان شغل العضلات، العضلة اسمها ايه، وايه العصب اللي بيشغلها، وايه الشريان اللي بيجيب لها تغذية دموية، وايه الوريد اللي بياخد منها الفضلات او بياخد منها ثاني اكسيد الكربون، وايه العظمة اللي العضلة نايمة فوقها. فبالتالي لو العضلة اشتغلت هتحرك العظمة اللي تحتها وهتعمل حركة عاملة ازاي. كلمة مايو يعني عضلة، مايو يعني عضلة، وتندو يعني تندون معناه وتر العضلة. وهو زي ما واضح في الصورة دي الأبيض ده تندون، الأبيض ده آخر حتة في العضلة هو ده ايه، التندون. نكمل. هنخش بقى في الجهاز العصبي. ايه الكلمات الأساسية في الجهاز العصبي أو اسمه النيرفس سيستم. طبعا زي ما هو واضح في الصورة ده المخ اسمه برين المخ، والحبل الشوكي سباينال كورد ودي الأعصاب اللي طالعة منه. كل الحاجات دي هنعرفها على مدار سنة أولى وتانية طب. فمثلا كلمة زي بليفارو يعني ايليد، الحاجب في الطب ما اسموش ايليد، هو اسمه في الانجليزي ايليد، واشتق منه حاجات زي اي لاينر واي شادو وهكذا. ايليد ده الحاجب، لكن في الطب اسمه بليفارو. هناخد الحاجات دي في الرمد ان شاء الله. المخ اسمه في الانجليزي برين، لكن في الطب اسمه سيربرو، او له اسم تاني اسمه انكيفالو. خلي بالكوا انكيفالو يعني مخ، لكن كيفالو لوحدها يعني دماغ، كيفالو.
كيفالو يعني دماغ. مايلو يعني خدناها سباينال كورد. نيورو يعني عصب نيرف. اوفسالمو يعني عين اي. اوتو يعني ود اير. ماشي. يبقى المخ البرين اسمه في الطب سيربرو. طيب خش بقى على جهاز الغدد بقى. الصورة دي الغدد. طبعا فاكرين الناس اللي اخدت حاجة في ثانوية عامة الجهاز التنسيق الهرموني، وان الغدة النخامية هي المايسترو بتاع الجهاز الغدد دي في الجسم، وإن الغدة النخامية والغدة مش عارف اسمها ايه، الغدة التيموزية والحاجات دي بالإنجليزي بقى. هنعرف بقى كل غدة اسمها ايه وبتطلع هرمون اسمه ايه وبتطلعه أنه وقت أكتر بتفرزه في الجسم، وإيه الغدة اللي بتأثر عليها، وليه سموا الغدة النخامية الغدة المايسترو وهكذا، وهل هي فعلا مايسترو ولا ده كانوا ضاحكين علينا في الثانوية. طيب الغدة اللي هنا في غدة هنا في المخ، طبعا الكلام ده ما تحفظوش أول وقت بس خد عنه فكرة. في غدة في المخ غدة البينيال جلاند كان اسمها غدة الصنوبرية بينيال جلاند، والهايبوثالاموس تحت المهاد، والبيتيوتري جلاند الغدة النخامية، والثايرويد جلاند، والباراثايرويد جلاند، والتيموز جلاند الغدة التيموزية، والأدرينال جلاند، والبنكرياس غدة طبعا بتفرز الأنسولين. وزي ما هو معروف بقى هنا المبيض الأوفري غدة موجودة في المرأة بتطلع البروجسترون، والخصيتين في الذكر وبتطلع التستوستيرون المسؤول عن الصفات الثانوية للذكر، وصفات البلوغ طبعا زي ظهور الشعر وخشونة الصوت وقوة العضلات. طيب ايه هي الكلمات الطبية الخاصة بالمجال ده؟ هنحتاج ده بقى في مثلا لما نكون حاضرين مع محاضرة فسيولوجي ونلاقي الدكتور مثلا بيقول أدينو يعني ايه؟ الراجل ده بيتكلم في غدة. أدينو يعني جلاند. أدرينو يعني أدرينال جلاند. باراثايرويد جلاند. بيتيوتري نفس الكلام. ثايرويد جلاند نفس الكلام زي الإنجليزي زي الكلام اللاتيني. طبعا بقى المتعة بقى الناس اللي بتحب الأوعية الدموية، الجهاز الدوري بقى، القلب وما أدراك ما القلب. الجهاز الدوري اسمه في الطب سيركيولاتوري سيستم جاية من دورة. سيركل يعني دورة، سيركل يعني دائرة. طيب الجهاز الدوري ليه سموه دوري؟ هنعرف فيما بعد أما نبدأ نشرح معاكم الجهاز الدوري وطريقة عمل القلب والرئتين وإزاي سموه الجهاز الدوري. حاجة ممتعة جدا بس هناخدها لوحدها. احنا النهاردة بنشجع بعض كده إن احنا نذاكر أكتر، لأن المطلوب إن احنا نذاكر أكتر في أول شهر، ونحاول على قد ما نقدر نعرف كلمات أكتر وأكتر ونكتبها، وكل كلمة نعرفها نكتبها ونطلع، سواء حد قالها لنا نكتبها بالعربي جنبها، سواء احنا طلعناها بالقاموس، سواء طلعناها بالموبايل. في برامج كتيرة جدا على الموبايل ممكن تساعدنا، بس الأفضل طريقة هي القاموس، وإن أنت تطلع الكلمة بنفسك فمش هتنساها تاني. وأي كلمة طلعتها علم عليها بماركر إن أنت طلعت الكلمة ده قبل كده، عشان لما تيجي تجيبها تاني وتلاقي أنت معلم عليها بماركر يبقى أنت كده إيه معلم، يبقى أنت كده بتنسى الكلام اللي أنت جبته قبل كده ومنتش ماشي بريد أو معدل كويس. بس ده المطلوب منكم، وأنا ده اللي غرضي من الفيديو. الكلام ده بسيط يا جماعة. الغرض من الفيديو إن أنت تتحصل على أكبر كمية معلومات كلمات طبية أساسية في فيديو واحد، بحيث تفضل فاكرها وبحيث تبقى مركز في المحاضرات والسكاشن. طيب الكلمات الخاصة بالجهاز الدوري كلمة زي كلمة أنجيو يعني فيسل أو
فيزل كلمة إنجليزية معروفة. فيزل يعني وعاء دموي، سواء كان شريان أو سواء كان وريد. لكن شريان بقى ده اسمه ارتيو. ارتيريو. ارتيريو لو انا هنسيبها لحاجة، يعني مثلا ارتيريو. لكن شريان اسمه ارتري. ارتري. والقلب هارت. هارت. ماشي. القلب اسمه هارت. قلب في الطب اسمه كارديو. كارديو. هناخد في سنة 5 باطنة ان القلب اسمه برانش او تخصص القلب اسمه كارديولوجي. احنا عارفين ان اي علم في الطب، اي علم في الكون عايزين ننسبه نقول اولوجي. اولوجي مثلا علم القلب كارديولوجي. اه، اي حاجة بقى، مثلا الرئتين مثلا، الرئة اسمها بالمون، في علم الرئة بالمونولوجي. اي وهكذا. اي حاجة اولوجي. علم الانسانيات مثلا انثروبولوجي. انثروبولوجي. علم الدم، الناس المتخصصة في التحاليل الطبية وتحاليل الدم وتحاليل الخاصة بالدم، ده الدم اسمه هيم، زي ما احنا عارفين هيم أو هيماتو. فعلم الدم هيماتولوجي. أولوجي. طيب يا شاطر، أولوجي دي بقى، كلمة أولوجي دي تعتبر إيه من الكلمات الطبية أو من أجزاء الكلمة الطبية؟ بادئة ولا لاحقة ولا جزء؟ أولوجي. طبعا أولوجي هنا لاحقة، لأن أنا بلحقها بحطها في آخر كل كلمة عشان تديني معنى معروف. أولوجي هنا لاحقة. طيب وريد، فين يعني وريد. فيليبو أو فينو. فيليبو أو فينو. ده هنا بقى الجهاز الليمفاوي. احنا يمكن ده جديد علينا شوية السنة دي، حاجة ما كناش بناخدها أوي في الثانوية. الجهاز الليمفاوي وهنتعرض له. هنتعرض له في التشريح، مهم جدا في التشريح. ولذلك هنعمل عنه فيديو خاص بيه، لأنه حاجة صعبة شوية في فهمها وصعبة شوية في طريقة عملها. لكن الصورة دي جميلة جدا جدا، يا ريت نكبرها شوية لكم، لأن بجد صورة جميلة لحد الناس اللي هتتابع معانا. الصور دي يا جماعة احنا هنقف عليها شوية، بحيث اللي هيتفرج على الفيديو فيما بعد يرجع للصورة دي، هتفيده جدا. يعني مثلا هو كلام بسيط عن الموضوع. الجهاز الليمفاوي ده هو جزء من جهاز المناعي بتاع الجسم. بالعربي أو باللغة البسيطة، ده الصرف الصحي بتاع الجسم. الصرف الصحي بتاع الجسم. مش عايز أتكلم باستفاضة في الموضوع، لأن الموضوع الكلام فيه هيطول، فلذلك إن شاء الله بوعدكم يتعمل فيديو خاص بالجهاز الليمفاوي بأسلوب بسيط ومفصل، بحيث نتناول كل الموضوعات. لكن احنا هناخد منه اللي يخصنا، والهدف من هذه المحاضرة وهي زيادة كلمات أو الحصيلة اللغوية في أول أسبوع أو أسبوعين في الكلية. أدينويد، كلمة أدينويد زي معناها أدينويد. طب يعني إيه أدينويد أساسا؟ أدينويد دي اللي هي عارفين اللحمية. الأدينويد معناها اللحمية. اللحمية أو هي بالظبط كانت في الأساس لوزة تونسل. اللوز دي جزء من الجهاز الليمفاوي في الجسم. لما بيحصل فيها إنها تلتهب بتتحول للحمية، فبتكبر فتسد القناة بتاعة التنفس، فالطفل يتخنق مش قادر يتنفس، مسدودة، فاسمها في الحالة دي التونسل بتتحول لأدينويد.
فالادينويد او ادينويدو دي، يبقى انا كده بتكلم في الجهاز الليمفاوي. ليمفو جايه من الغده، او هنوضحها ايه. شايف كل نقطه خضراء في الصوره دي؟ لحظه، كل نقطه خضراء هنا دي عقد ليمفاويه. عقد ليمفاويه اسمها بالانجليزي ليمف نود. عقده ليمفاويه، ليمف نود. العقده دي بقى جواها سائل، السائل ده اسمه ليمف. ماشي، فالليمف ده في الطب اسمه ليمفو. العقدة اسمها ليمفادينو. ليمفادينو. طيب العقدة دي فيها ليمف. الليمف ده هنحتاج ناخده، نعمل معاه عملية خد وهات. هنعرفه فيما بعد عن طريق فيسل، عن طريق وعاء يدخل وعاء يطلع. لا، الموضوع جميل جدا. موضوع الجهاز الليمفاوي مهم جدا وممتع، بس هناخده بالتفصيل. نعرف يا جماعة ان الليمف فيسل اسمه ليمف انجيو. واحنا خدنا اساسا ان هي فيسل، ما خدناها قبل كده، معناها انجيو. فيسل يعني انجيو، كلمة انجيو يعني فيسل، فليمف فيسل يعني ليمف انجيو. اسبلين الطحال ومهم جدا في الجهاز الليمفاوي. سبلينو مثلا، تضخم الطحال اسمه سبلينو ميجالي. زي ما احنا فاكرين حاجة اسمها اكروميجالي. ميجالي يعني حاجة كبرت. اي حاجة كبرت يا جماعة في الطب هنقول ميجالي دي. كلمة ميجالي دي هتقطع معانا. فطحال كبر، سبلينو ميجالي. اكو ميجالي ده الراجل اللي كان ايديه كبيرة ورجليه كبيرة. فالايدين والرجلين دول في الطب، الاطراف في الطب اسمها اكرو طاف اكرو ميجالي مرض تضخم الاطراف. التونسل اللوز اسمها تونسل في الطب. طيب، اتمنى نكون واضحين يا جماعة. الجهاز التنفسي بقى اللي بحبه شخصيا، بحب الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي زي ما هو واضح في الصورة كون من الأنف، ثم لسان المزمار، ثم الحنجرة، ثم القصبة الهوائية، ثم الأذان، ثم الحجاب والحاجز. طب بالإنجليزي، الحنجرة اسمها لارنس. القصبة الهوائية اسمها تراكيا، أو يقول لك في مصر تراكيا. الرئتين اسمها لانج. الحجاب الحاجز اسمه ديافرام. طيب البلعوم، البلعوم اسمه فارنس. فالبلعوم هو الحتة اللي بيتجمع، يعني البلعوم جزء من الجهاز الهضمي وجزء من الجهاز التنفسي. ولسان المزمار بقى اللي بيفصل، أو لسان المزمار بيكون مغلق أثناء لسان المزمار هو اللي بيغلق الحنجرة، أو بيغلق القصبة الهوائية أثناء الأكل، عشان الأكل ما ينزلش في القصبة الهوائية، فالبني آدم بيحصل له عملية إنه يشرق. يقول لك شرق وهو بياكل، لأن حاجة، أو شرق وهو بيشرب، إن نقطة مية أو حتة مثلا حباية رز دخلت في القصبة الهوائية فبيشرب عشان تطلع، لأن مينفعش يدخل جسم غريب. دي ميكانيزم أو دي عملية طبيعية ربنا عملها، إن أي جسم غريب ينزل في القصبة الهوائية يحصل عملية الشرقة دي، ويطلع هواء بسرعة كبيرة جدا تطرد أي جسم غريب. ده من نعمة ربنا علينا. طيب، إيه الكلمات موضوع الفيديو اللي بتخص الجهاز التنفسي؟ كلمة الفيولو كلمة هتتكرر كتير جدا. الفيولاي، يقول لك الفيولاي معناها إمساك يعني كيس. إمساك كيس الهواء. كيس الهواء دي هو الوحدة الوظيفية للرئة. الرئة دي
عبارة لما هناخدها بالتفصيل فيما بعد برضه في فيديو قادم، ازاي الجهاز التنفسي بيشتغل. الرئة بتقعد تصغر زي ما احنا فاكرين، الشعيرات الهوائية دي تقعد تصغر لحد ما في الآخر تبقى عاملة أكياس هوائية كده. الأكياس الهوائية دي بتبقى فيها أكسجين وحواليها أوعية دموية. الوعاء الدموي ده يدي للهواء ياخد منه الأكسجين عشان الخلايا تاخد أكسجين، ويدوله ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون يطلع تاني في عملية الزفير. طيب قبل يعني احنا المفروض ناخد ازاي بنوصل اصلا للامساك ده، بس برضه مش هنطلع بره مجال الفيديو ده. احنا الفيديو ده ما هو الا كلمات فقط، مش هنستفيض قوي في شرح كل جهاز بيشتغل ازاي وتشريحه ازاي، ولكن احنا بوعدكم بده. طيب البرونكس دي هي زي ما احنا واخدين بالنا، القصبة الهوائية بتنقسم لجزء يمين وجزء شمال، جزء يمين وجزء شمال. وإن إن الرئة اليمنى فيها عبارة عن 3 فصوص، والرئة اليسرى فصين، عشان هنا القلب واخد جزء. ما علينا. إن القصبة الهوائية بتنقسم القصبة الهوائية تنقسم لبرونكاي. برونكاي ده جمع مفرده برونكس. فالبرونكس اسمها في الطب برونكو. ما تيجي عايز تنسبها لحاجة تقول برونكو. طيب اللارنكس الحنجرة اسمها لارنجو. يعني مثلا أنا عايز أقول الراجل ده عنده التهاب في الحنجرة، أقول نفس الكلام. شوف مين اللي مركز معايا. لارنجايتس. إيه اللي أنا عملته؟ خدت الكلمة الطبية اللي بتمثل لارنكس اللي هي لارنج، وحطيت ايتس لارنجايتس، حطيت لها لاحقة suffix لارنجايتس. النوز الأنف اسمها راينو. عايز أقول الراجل ده عنده التهاب في مناخيره مثلا، أقول راينايتس. البلعوم فارنجايتس، التهاب في البلعوم. الديافرام اسمه فرينو. طيب الديافرام اسمه فرينو. انا عايز اقول مثلا العصب اللي بيغذي الديافرام، العصب اللي بيغذي الحجاب الحاجز، اقول اسمه ايه؟ العصب اللي بيغذي الحجاب الحاجز بالانجليزي نيرف تو ديافرام. بالطب اقول فرينك نيرف. فرينك لان ديافرام في الطب اسمه فرينك، او الكلمه اللي بتعبر عنه فرينك نيرف. الرئه اسمها لانج، اسمها نومونيا. نومو. كلمة نومو دي يعني لانج. طب شيست الصدر اسمه ثوركس. ثوركس. في برانش أو في تشريح في سنة أولى طب المنصورة بياخدوا برانش أو شابتر اسمه ثوركس الصدر ده هيدرس فيه بقى تشريح القلب وتشريح الرئة وتشريح العضلات اللي هي عضلات الصدر. فده اسمه شيست، اسمه ثوركس في الطب. الترقية اللي هي القصبة الهوائية اسمها تراكيو. مثلا أنا مثلا في عملية اسمها تراكيوتومي. لو انت قاعد في محاضرة والدكتور قدامك بيقول تراكيوتومي، انا على طول هفهم ان الراجل ده بتقول حاجة بيتكلم عن التراكية، لانه ذكر كلمة تراكيو. اوتومي بقى اللي بعد كده دي لاحقة suffix معناها انه هيشيل جزء من التراكية. تراكيوتومي. لو انا حطيت اوتومي دي مثلا بعد كلمة لارنس او لارنج، قلت لارنجوتومي، يبقى انت المفروض لو انت مركز معايا تقول ايوه والله يا دكتور الراجل ده هيقطع حته من لارنس، لارنجوتومي. ففهمنا اللعبه. احنا في لاحقات معينه بنضيفها لكلمات معينه عشان تدي معنى معين.
فأهمية إنك تزود حصيلتك اللغوية في أول شهر من الكلية هتفرق معاك كتير جدا وتخليك تقدر تعتمد على نفسك بسهولة. الجهاز الهضمي، العشق. الجهاز الهضمي، المعدة، أبدومين، معدة، أبدومينو. لبس، الشفايف. كيلو، كيلو نوت شيلو، كيلو. التهاب الشفايف اسمه كيلايتس، كيلايتس، التهاب الشفايف. لبس، كيلو. اللارج انتستين أو القولون اسمه كولو. سمول انتستين، انتيرو. اسوفيجاس، مريء. اسوفيجو، اسوفيجيو، اسوفاجو، whatever you want. اسوفاجو، اسوفاجو. التهاب المريء مثلا نقول اسوفاجايتس. المعدة، ستومك، جاسترو. اللسان، تنج، جلوسو أو لونج أو لينجوال، لينجو، جلوسو. مثلا واحد عنده نقول ايه، واحد عنده التهاب مثلا اللسان، كروسايتس، سالجيا. واحد عنده مثلا وجع في لسانه بس، وجع هنعرف ان وجع دي لاحقة هناخدها اسمها ألجيا، هناخدها برضه. ألجيا في أي كلمة يعني في وجع في المكان ده، هقول لك جلوسالجيا في وجع في لسانه. نيوالجيا عنده وجع في أعصابه، ألجيا، ALGIA، ألجيا. جلوسالجيا، نيوالجيا. نيور خدناها فوق معناها عصب. نيوالجيا، نيو means nerve. أقول لك نيوالجيا يعني الراجل ده عنده وجع في أعصابه. طيب هيباتو، ليفر، كبد. أورو يعني ماوث، أورو ماوث. أقول لك مثلا فرنجو خدناها معناها بالعوم. ريكتو، ريكتم، الايه، المستقيم اسمه ريكتم. الريكتم اللي هو الايه، المستقيم، اللي هو الحتة اللي قبل فتحة الشبك. طيب الجهاز البولي، الجهاز البولي اللي بيتكون من الكدني، الكلية، والحالب، يوريتر، والمثانة البولية، يورينري بلادر، واليوريثرا. طيب بلادر، المثانة اسمها في الطب سيست، سيستو يعني مثانة. الكلية اسمها كدني في الإنجليزي، في الطب اسمها نفرو. علم الكدني اسمه نفرولوجي، أو اسمه رينو، رينال. الحالب اسمه يوريتو. يوريتر ده حالب بالإنجليزي. مثلا عايز أقول لك إيه، يوريتريك ستون، حصوات الحالب. أقول يوريتريك ستون، حصوات الحالب. اليوريثرا اللي هي اللي اسمها ايه، الفتحة، اليوريثرا، الفتحة البولية اسمها يوريثريك. مثلا عايز أقول إن في التهاب في الفتحة دي، أقول يوريثرايتس، كلام سهل وجميل. الجهاز التناسلي الذكري، والجهاز التناسلي للأنثى. المهبل اسمه فاجينا، مهبل، فاجينا. عموما المرأة في الطب اسمها جاينيكولوجي، علم النساء والتوليد اسمه جاينيكولوجي. البريست، الصدر. ماست أو مامو، عملية استئصال الثدي اسمها ماستكتومي. اكتومي يعني هقطع، ماستكتومي. مامو. مثلا عايز أعمل في جهاز اللي بيكشف على وجود سرطان الثدي أو لا اسمه ماموجرافي، إن أنا بصور الإيه، البريست، ماموجرافي. كلمة ماموجرافي يعني ده باخد صورة للبريست. أوفري، المبيض أوفري اسمه أوفاريو، أو أوفاريو. الفلوبيان تيوب، سالبينجو أو سالبينجو. قناة فالوبيان، يعني مثلا واحدة عندها التهاب في قناة فالوبيان، الالتهاب ده عامل انسداد كده
مخلي البويضة مش قادرة تنزل، فيها مشكلة في الحمل يعني. فأقول سالبنجايتس أو سالبنجايتس أفضل. اليوترس طبعا الرحم، يوتيرو أو هيستيرو أو مترو موجودة، هتقابلنا في سنة تالتة إن شاء الله. التهاب بطانة الرحم اسمها اندومترايتس، مترو أو اندومترايتس. طيب الفالفا أو الفتحة الخارجية للمهبل اسمها إيه؟ فالفو. طيب الجهاز التناسلي الذكري يتكون من الخصية تستس، أوركيدو أو تيستو أو تيستيكيولو. أي كلمة من دول يا جماعة احنا بنتكلم كده في الجهاز التناسلي للذكر. الإبيديديمس كان اسمه البوبخ تقريبا، الإبيديديمس نشوفه على الصورة. الإبيديديمس هو البوبخ، نشوف صورة تانية بعدين. الإبيديديمس. البينس اسمه فالو. البينس هو القضيب الذكري، فالو. البروستاتا، غدة البروستاتا، ودي لها قضية مشهورة يعني عايزين نبقى نتكلم عليها فيما بعد. البروستاتا، بروستيتو. الفاز ديفرنس، الوعاء الناقل، اسمه فاز ديفرنس، فازو. في عملية الدوالي في بعض الدكاترة مبقاش واخدة بالها، المفروض في عملية الدوالي أنا بشيل الشريان، اللي فيه مشكلة، اللي عامل تجمع الدموي عشان أعالج العيان. ففي بعض الحالات دكتور ما ياخدش باله فيقوم قاطع الفاس ديفرنس ده أو الوعاء الناقل، فبيغلط. فطبعا لو قطعه الحيوانات المنوية مش هتطلع من الخصية، يعني مش هتنزل في السائل المنوي، لأن الوعاء الناقل ده هو اللي بينقلها من الخصية للقضيب. طيب فالعملية أو الغلطة اللي حصلت دي اسمها فاز اكتومي. الراجل قطع الوعاء الناقل، فاز اللي هي فاز ديفرنس، اكتومي زي ما احنا قلناها لثالث مرة إن أنا بقطع. خدناها في عملية استئصال الثدي اسمها ماست اكتومي. طيب